وقال لا خوف على المنتخب الوطني في المباريات المقبله، واش يتفلى علينا في الكوت ديفوار. قلت لنا في الكوت ديفوار قلت لنا حاجه، دابا جبت لنا الحريره ملي غنلعبوا الا لعبنا في الصيف ديال 25 غتقول لنا شنو ولا من بعد نخرجوا من شنو ولا غتجينا 2026 غتقول نزل علينا عاود جا لينا الجراد. يعني انت كتكلمنا على شي حوجات اللي ما فهمتهمش انا. لا انا من بعد الكوت ديفوار باش ننسجم شويه مع رايي، انا انتقدت بعنف، ولكن قلت انا مع الاستمراريه ديالو لعامل واحد، لان عامل الزمن كان لا يسمح بالتغيير. دابا طالما كاين هذا الاحتمال ديال ان افريقيا اللي كان مطروحه في الصيف ديال 25 ممكن توصل حتى لجونفي 2026، يعني كاين هذا الاحتمال، هو الاحتمال الكبير الان. انا كنقول الاستمرار مع وليد الركراكي الان مضيعه للوقت، خصنا الان نوضوا نحسموا. الله يجعل البركه، الله يخليك. البارح بين في المقابله، انا ما هضرش في المقابله الاولى، ما هضرش في المقابله الثانيه، باستثناء درت واحد الصوره ديال الثلج، قلت بعد المقابله ديال البارح خصنا نمشيو لتما باش يبرد لنا الراس ديالنا، لان ما يمكنش. البارح انا حسيت براسي ودني كيصفروا وكلشي كيصفر فيا، ما عندي خطر مع ولادي، ما عندي خطر في داري، ما عندي خطر في كل شيء، لان السيل عنده كل شيء. والبارح يخرج ويدير ديك التصريح، يمكن الحريره غلبتهم، يمكن فكريا انا ما كنقولش هذا التصريح هذا. واش انت عندك طاقم طبي قد سخط الله مجبد حداك، وعندك الناس مسؤولين في الغذاء في التغذيه حداك، وتبقى تهضر يمكن درتها فيهم الحريره، يمكن عياتهم من الحريره؟ واش انت كتضحك علينا؟ انت لا تصريحات بزاف خارج. لا انت محدود. انت بينت بان عندك نهج واحد كلشي حفظوا لك، اللي جا كيزمتك 4-1. شوف انا غنستشهد اسيدي، انا غنحترم التقنيين، غنحترم كل شيء، انا ساستشهد بما قاله اناحي. ياك اناحي ستانجور كيلعب معاه ديالو قال لك ولينا كتاب مفتوح، كل شيء كيعرفنا باش كنلعبوا كل شيء ديك المسائل. دونك انا بالنسبه لي هنا ايضا سانسجم مع نفسي. انا كنقول البقاء ديالو، التوقيف ديالو ماشي بيد فوزي القجع، ماشي بيد الجميع، ماشي بيد لجنه المنتخبات، هذا قرار كبير خاص فيه اذن، خاص فيه ولكن كنقول بناء على هذا الزخم الكبير ديال اللاعبين المميزين اللي عندنا، بناء على الرهان اللي عند المغرب على كاس افريقيا ديال 2025 في بلادك، عندنا رهان دبلوماسي، رهان تنموي، رهان سياسي، رهان اجتماعي الى غير ذلك. كنقول بناء على هذا الشيء كامل، يعني خصنا نربحوا الكاس ديال 25 اي 26، كنقول ما يمكنش بهذا الراجل هذا. ما بقاش هذاك الامل نهائيا. لا اسامه الله يرضى عليك، انا دابا كنهضر وكنتمنى ديك الحاله اللي عشت البارح ما باقيش نعيشها. لان عندي وليداتي، انا باغي نعيش لولادي. نبقاو جالسين مع واحد السيد يحمقنا، راه ما عندناش. السيد ما دار حتى حاجه وفي الاخر يهضر لي على الحريره، واش سافا با؟ لا حتى في الملعب انا ما غنتغناش معكم، انتم احسن مني وكتفهموا احسن مني، ولكن انا البارح بان لي الراجل محدود، ما كاينلاش. المساله الثانيه اللي بغيت نوقف عليها الاخوان، انا عندي ملاحظه وعندي معطيات، لاحظتها وملي سولت اكدوا لي. انا بان لي وليد الركراكي حتى صحيا ما بقاش صالح الفريق الوطني المغربي، بان لي تهلك في صحته ولا تهلك رجع دونك انا بالنسبه لي رحمه بالمنتخب المغربي. بون خصنا نديروا نقطه النهايه ونبداو صفحه جديده في الفريق الوطني المغربي. لا الا جا لقيت 2029 غنغيروا، لان وليد الركراكي صافي البارح عطانا اشاره بانه سالى فكريا وصحيا مسكين. الله زعما صراحه انا ما يمكنش نخلي ديك الولد هكذا كيضيع قدامنا. صافي عطى الكره المغربيه، عطى مع الوداد، عطى مع ليكيب ناسيونال، دابا تقتلوه، دابا كنقتلوا فيه. داكشي اللي بالماضي كان بطل، وللامانه كان وزير السعاده واحد الوقت، ولا مكروه من طرف الجامعه الجزائريه، غتنديروا الوليد الركراكي. شوف للامانه راه ملي جا من كوت ديفوار قدم الاستقاله ديالو، قدم استقالته، راه كان عارف راسو، حتى هو عارف راسو، صافي راه وصل للفينال. انا كنقول رحمه به، رحمه بصحته، رحمه بليكيب ناسيونال، وتحسبا لهذه الرهانات ديال الفريق الوطني المغربي. خصنا الان نفكروا في ناخب وطني. قبل ما نديروا ناخب وطني خصنا في ديك الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ماشي لجنه المنتخبات الوطنيه، لجنه المنتخبات الوطنيه بوحدها، خصنا نديروا اداره ديال المنتخبات الوطنيه.
كل الناس كيعرفوا في الكره اداره ماجوره ماجوره اللي هي تقلب على المدرب وهي اللي تفاصل مع المدرب وهي اللي تمشي مع المدرب وهي اللي تناقش مع المدربين وكل شيء. راه ما يمكنش عضو جامعي ولا مسؤول جامعي يبقى يتكلم لنا في الكره صاحبي. راه شويه ديال العقل، شويه ديال الاحترافيه، شويه راه غاديين ل 26 وغاديين لكاس العالم، حنا غاديين مع الوداد وعندنا 2030 وعندنا استحقاقات كبيره وعندنا الالعاب الاولمبيه وعندنا كل شيء. صافي خصنا ننقزوا خطوه اخرى تاع على المستوى الاداري. واش صيفطنا افريقيا فيها 27 واحد يمشيو منا 8 للالعاب الاولمبيه ولا 7 ما ديناش فيها كاع وخلينا اللاعبين الاولمبيين مع الفريق. شوف السي اسامه اسمح لي هذا اسمح لي موضوع محرج. اسمح لي موضوع محرج. موضوع محرج. مع السكيتي هو في لا ما تحسبش. شنو بدنا في المحاسبه؟ هذه المحاسبه ما تنحملهاش انا. شنو المحاسبه؟ تنحمل مسؤوليتي ساحاسب. شنو المحاسبه انا الوالده قالوا لي بقاش اولي الخير. المحاسبه كتكون في بلد ديمقراطي. ملي كنتحاسب الا كان خصني نمشي للحبس غنديك للحبس، الا كان خصني ندير لك شي عقوبه ندير لك العقوبه. ما انا كنتحاسب وكندير الباليزه ديال الفلوس راه بلا محاسبه. اعطوني ديك الباليزه ديال الفلوس وبقى نعتذر لكم من هنا تنموت. كل عام نعتذر لكم، ديروا انتم عيد ديال الاعتذار. شنو هو المحرج في هذه القضيه ديال الفريق الاولمبي؟ لا المحرج اللي فيه هو ان دابا حنا ملي جبنا طارق السكيتيوي ما عندوش فتره زمنيه طويله باش الاستعداد. انا بالنسبه لي هذيك الوليدات العزوزي اخو ماش ديك الوليدات الصغار كلهم تمشاو معاه باش يدير نظره على ولكن خصو باش يديروا ساتيو بعدا. شوف ولكن وليد الركراكي كان مرهن على مساله واحده في جوج المقابلات في اكادير، هو رد الاعتبار لنفسه وليس للمنتخب المغربي. هنا فاش كنتعصب انا على وليد الركراكي، انا عارف ديك الثقافه ديالو. مشى عند جميع اللاعبين باش يقولوا باش يخرج بانه هو الطوب. راه باقي المدرب الكبير باقي ساعه مشى كحلها مسكين. ما عطى الدراري للاولمبي، ما عطانا منتخب مقاد، ما عطانا تصريحات مقاده، ما قال لنا حتى شي حاجه. مشى تما حرك اخر ورقه ديالو. دونك رحمه بالاستحقاقات المقبله وليد الركراكي نقطه الى السطر. لا انا غنهضر في الموضوع وما يقاطعني حتى واحد. خلوني نفرغ قلبي. شويه عليك اخويا لا خص تقال شي حويجات. هذه ليكيب ناسيونال اللي بغى يتقلق يتفرقع. هذه المصلحه ديال البلاد. حكيمي بسناه دللناه ليكيب ناسيونال. حكيمي لم يكن يستحق ان يكون مع المنافسين على الكره الذهبيه ودرناه. لان اللي كان خصو يتنافس على الكره الذهبيه هو ياسين بونو وحرمنا راسنا من الكره الذهبيه. رحيمي الحكيمي الراجل ما بقاش كيعتبر راسو بانه راه كاين مدرب وكاين النخبه وكاين المنتخب المغربي وكاين الجامعه وكاين الجمهور وكاين كل شيء. قال واحد القضيه رئيس الحكومه عجيبه تتبين لي ديسبري ديالو. قال له خصني متحف ليا. اكيد عندي انا الفيديو نصيفطو لك. شكون هو هذا؟ قال له خصني متحف ليا. حكيمي تضحك معاه. كاين عندي الفيديو نصيفطو لكم. دابا هذا بالضحك. لا شوف زيد تفضل. حكيمي تم دلعوه، خصهم يخليوه كلاعب من باقي اللاعبين. صحيح انه عنده مؤهلات، صحيح بان عنده مقومات، ولكن يموت على المغرب يموت على المغرب، ولكن خصو يبقى مع اللاعبين المغاربه. ديك التدليع ديالو راه بالنسبه لي راه بساله زايده وما خصوش. وليد الركراكي كان عنده البارح جرأه ويعطينا واحد الاشاره ايجابيه. كان يخرجوه كان يخرجوه هذا نرفز الفرقه بدقه 10. نكمل لي. علما ان في ديك البوست راه عندنا اللي يلعبوا. الا بغينا نديروا نأدبوا بهذه العباره، بغينا نأدبوا حكيمي. عندنا اللي يلعبوا في الطوب. هو المزراوي راه كيلعب، هذاك هو البوست ديالو، كان خصو يتأدب فيه. افضل غنخليك في هذه النقطه ديال الساعه الليلي. واش ما بالكش بانه اعطى فرصه مسمومه الرحيمي؟ بان لي عطى البلاصه ماشي ديالو، رانا قلتها بطريقه زوينه وحنينه بلا يدور. خليني انا نقول. انا بالنسبه لي وليد الركراكي جاب رحيمي باش يصفيها معاه. الطريقه باش لعبوا البارح جابوا باش يصفيها معاه. وفي المنتخب الوطني ما كنديروش الحسابات. في المنتخب الوطني كنديروا المصلحه العامه ديال المنتخب الوطني. المدربين الكبار واخا كيتسب مع النجم، واخا كيتسب مع اللاعب، كيمشي وكيبقى عنده العلاقه لان عنده العطاء ديالو قوي. انا رحيمي كاين عندي جوج حويجات.
يا اما ما نخضعش للضغط ديال الجمهور ونبقى بالقناعات ديالي وما نجيبوش، او اذا جبته وانا مقتنع به نعطيه فرصه محترمه. انا بالنسبه لي البارح ملي حطوا قلب هجوم راه انا مع العلالي بان مسكين ذاك الوليد رحيم البارح كيلعب وكيقول بان هذه الاخره ديالي في الكيب ناسيونال. شكرا على المشاهدة إخواني أخواتي، فضلا وليس أمرا ساهموا في نشر القناة، الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، ولا تنسوا آراءكم في التعليقات.